مع الفيديو ده كده. دول بقى 4 عيال للبيع او للتنازل، او حد يكون ما بيخلفش مثلا، مش عنده عيال. انا عندي 4 عيال، فضلت شقيانة عليهم 6 سنين، وقبل 6 سنين 10 سنين، وابوهم رميهم. وحاليا خلاص احنا ما عندناش مكان، يعني ما عندهمش مكان بقى يقعدوا فيه. الشقة اللي كانت حيلتنا، اللي كانت لمانا الإيجار القديم، خلاص احنا اتطردنا منها بسبب أبوهم. يعني اللي ما عندوش عيال، أنا عندي 4، عندي البنات وعندي الصبيان. فاللي ينقي، يعني أنا ما عنديش مشكلة، تنازل هتنازل. معلش ومع احترامي للجميع، ايه اللي يخلي ام زي دي، ام زي دي، وانت عارف يعني ايه الام، وان كلنا عارفين يعني ايه الضنا بالنسبه للام، تطلع في فيديو زي كده تقول لك انا عندي بنتين للبيع وعندي ولدين للبيع؟ ما هي مش هتطلع تقول الكلام ده من فراغ، ومفيش واحده بتضحي بعيالها من فراغ. مفيش واحده بتطلع تقول لك كده انا عندي بنتين للبيع وعندي ولدين للبيع، اللي ما خلفش يجي ياخدهم، او اللي محتاجهم يجي ياخدهم عشان انا مش قادره عليهم ومش قادره اتكفل بيهم ومش قادره اصرف عليهم، وما عنديش شقه بسبب ابوهم اللي هي كانت ايجار قديم، وما عنديش شقه ان انا اقعدهم فيهم وهيقعدوا في الشارع. فاللي محتاج بنت او ولد يجي ياخدها، وانا هتفاوض معاه فيها وهريحه في السعر وهعمل ده كله. إيه اللي يخلي ام تعمل في عيالها حاجه زي كده الا واذا ابوهم راجل ما عندوش نخوه وما عندوش كرامه وما عندوش اصلا دين يرمي عياله بالمنظر ده، ولا يسال عليهم ولا يصرف عليهم ولا اصلا يعتبرهم موجودين. ايه اللي يخلي ام تقول كلمتين زي دول الا واذا كان ابوهم اصلا الراجل، ولا ما ينفعش يتقال عليه راجل نايم على بطنه في البيت، لا بيصرف ولا بياكل ولا بيشرب ولا بيعمل اي حاجه من الواجب ان اي راجل بيعملها. احنا الواحد فينا طبعا تعبان في حياته وشقيان في حياته من اجل ان هو يشوف عياله عايشين عيشه كريمه وبيته عايش عيشه مستوره وما يمدش ايده لحد، وما ينفعش ان ابنه في يوم من الايام يطلب منه حاجه وما يلاقيهاش. انا عن نفسي تعبت لما شفت الفيديو ده نفسيا، اقسم بالله العظيم. ما بالك بقى ابوهم اللي اصلا مش فارق مع العيال ولا فارق مع البيت ولا فارق مع اي حاجه، وعادي ورميهم كده. ومش انا عايز افهم بقى ايه نوع الرجوله ديت اللي تخليك ترمي عيالك بالمنظر ده وما تسالش فيهم ولا تدور عليهم ولا تاكلهم ولا تشربهم، ولا حتى يبقى عندك نخوه الرجوله ان انت تدور على عيالك بردانين عطشانين حرانين ما بياكلوش ما بيناموش ما بيعملوش. انت جالك قلب ازاي ان عيالك هيترموا في الشارع وساكت، وهي طالعه تقول لك ان الشقه كانت ايجار قديم وبسبب ابوهم هنطرد في الشارع؟ ايه معناه الكلام ده؟ معناه بقى ان في ذكر وليس راجل، لان الرجوله دي بتفرق كتير. الراجل ده يعني نخوه وشهامه